عندك شويه من الكنافه مش هينفعوا يتعملوا صينيه لانهم قليلين جدا، ولفه من الجلاش طلعتها كده متدشمله خالص ومتقطعه ومتنتشه. تعالي هقولك نعمل بيهم احلى حلا. عايزه اقولك ان الوصفه دي محدش فاهم هي فيها ايه، لا باينه ان هي كنافه ولا باينه ان هي جلاش ولا عارفين هو ايه بالظبط، بس التوتال بتاعها والمضمون ان هي حاجه كده فخامه وطعمها تحفه ولونها جامد جدا. نبتدي الاول بالسيرم 3 كوبايات كبار من السكر بما يعادل طبعا كيلو الا ربع. تنزلي عليهم بكوبايتين وربع بس من الميه، وتنزلي عليهم بربع معلقه من ملح الليمون، وما تنسيش رشه الفانيليا اللي بتديها ريحه كده تقلب الدنيا. ارفعيها على طول على البوتاجاز وما تلمسيهاش خالص لحد ما السكر يدوب لوحده وتبتدي تغلي. تعالي بقى، انا ما كنتش بصراحه هعمل الوصفه دي ابدا، بس يعني سبحان الله ربنا الهمني بعد ما شفت كميه التكسير اللي في الجلاش كتير قوي بنجيبه مش بيبقى مظبوط ابدا، ولا الورقه كده بتطلع بورقتها زي ما انتوا شفتوه اول ما فتحته متكسر وما فيهوش يعتبر ورقه سليمه. كل ما احاول اظبطه كده او افرده الاقيه طبعا متقطع خالص ومش مستحمل. جبت كده سكينه والبلانشه بتاعتي وابتديت اقطعه كده زي ما انتوا شايفين، فرفدته خالص من بعض وما بقاش فيه ورقه لازقه في التانية، وهركنه كده على جنب لحد ما ابتدي اعمل المكون التاني. عايزه اقولكوا ان هي وصفه لا على البال ولا على الخاطر، لمجرد بس ان في المدرسه قالوا لبنتي عايزين حاجه حلوه فطلعتها على طول وابتديت فيها، بس للاسف خلفت مني لان مش هي دي الوصفه اللي انا كنت عاملها. لقيت عندي في الفريزر كنافه، بس بصراحه دي كانت نص كيلو، اخدت منها بس ربع كيلو على لفه الجلاش، وعايزه اقولكوا انبهروا في المدرسه. ابتديت هنا افكفك الكنافه طبعا وهي متلجه علشان خاطر تتفك معايا بسهوله وتتفرفت معايا كده زي ما انتوا شايفين. اخدت ربع الكميه بس وفرفتها وحطيتها على لفه الجلاش بعد برضو ما فكفكتها من بعض كده وما خليتش ورقه تبقى لازقه في التانية. دي كميه الكنافه اللي انا عملتها. عايزه اقولكوا مكونات بسيطه قوي طلعت لي احلى حلا ممكن تعملوه في وقت زنقه. ابتديت هنا اخلطهم ببعض كويس قوي، وكوبايه واحده بس من السمنه يا جماعه بنفس الكوبايه اللي هتعايروا بيها السكر والميه طبعا. تبتدي بقى تدخلي كل جزيئات الكنافه والجلاش تخلطيهم بالسمنه كويس جدا جدا لحد ما تحسي ان هما نتشربوا كده ومفيش فيهم حاجه ما فيهاش او مش متشربه من السمنه، وتبتدي كده تاخديهم في نفس الصاج وتطبطبيهم كده وتسويهم بحيث ان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. بايديكي كده، ايديكي ميزان، وهتبتدي كده تسويهم كويس قوي قوي وتطبطبيهم علشان يبقوا مضغوطين. السر هنا في الوصفه دي الضغطه اللي انتي بتضغطيها على المكونات دي عشان تبقى ماسكه ببعض كويس جدا. مش عاوزه اقولك تحطي معلقه سكر عشان كتير بتبقى مسمعه في القعر وبتعمل كده حروقه مش بتبقى حلوه. لمجرد ان الشربات بتاعي غلي يعني بالظبط من ساعه ما بيغلي بياخد مثلا 7 دقايق بالظبط، قبل الدقيقه السابعة بتجيبي شويه ميه كده وفرشه، ولازم تعملي الحواف علشان خاطر ما تبقاش فيها بلورات كده من السكر وتسكر معاكي الشربات. تركنيه تماما على جنب وتدخلي طبعا الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس، وتحطيها في الرف الأوسط، ما تولعيش عليها أبدا الشواية. هي أخدت لون حلو كده من غير ما تولع الشواية أبدا، بس شرط ما تحطهاش على نار مباشرة، ترفعيها كده في الرف الوسطاني هتاخد اللون الحلو ده من تحت ومن فوق. او لو حاسه ان فرنك مش بيبقى ظابط قوي بتولعي الفرن من تحت لحد ما تاخد لون، وبعد كده تولعي عليها الشوايه على خفيف لحد ما كمان تديها لون من فوق. اول ما طلعت على طول اديتها الشربات كان بارد جدا وتقل زي ما شفتوا القوام بتاعه. وتركنيها بقى. التركية التانية ان ما بتقطعيهاش او تيجي جنبها غير ما بتتماسك وتبرد تماما. لو قطعتيها وهي سخنة هتفرول معاكي وتتقطع ومش هتبقى حلوة خالص. لازم تسيبيها تبرد تماما. انا غطيتها علشان الوش بتاعها كمان يبقى حلو كده وطري ما يبقاش ناشف، بس السر في الوصفة دي ان هي بتبقى من جوه طرية ومن بره ومن تحت ومن حواليها كله بيبقى مقرمش، فبيبقى مديها كده ميكس حلو جدا ما بين القرمشة والطراوة اللي بتبقى داخل الحلويات الشرقية. وده كده كان شكلها بعد ما بردت تماما. ابتديت اقطعها طبعا وحطيتها في علبة
حطيتها في لانش بوكس كده يكون كويس وكبير ووديتها لبنتي في المدرسة. اللهم بارك، انبهروا بيها وكان طعمها زي العسل. عايزاكم تجربوا الوصفة دي. لو الوصفة بتاعتي عجبتكم متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، متنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم.